السلام عليكم، معكم المهندس محمد من شركة سكاي للتشطيبات. احنا النهارده موجودين في الموقع وبنعمل حاجة انا بعتبرها من أهم الحاجات اللي موجودة عندي في التشطيب. احنا بنعمل ايه؟ دلوقتي احنا الشقة اشتغلنا فيها بند الجبسن بورد وخلصناه، وبند الكهرباء وبند السباكة، وسحبنا سكينة معجون وبدأنا نخلص الشغل اللي موجود او ننجز فيه على قد ما نقدر في الأسقف وفي الحوائط. بدأنا المفروض ان احنا هنبدأ نشتغل في الأرضيات. طيب انا قبل ما اشتغل في الارضيات ايه اللي المفروض اعمله؟ في حاجتين مهمين جدا جدا. رقم واحد ان انا لازم ابدا انظف الارضيه بتاعتي كويس جدا جدا. لازم ابدا انظف الارضيه من كل الحاجات اللي موجوده عندي، وارجع الارضيه زي ما احنا استلمنا الشقه اللي هي موجوده على الخرسانه بتاعه السقف. الحاجات اللي لازم اخد بالي منها ان انا كمان اتاكد 100% ان مش هيبقى عندي اي قطع من الجبسن بورد، اي قطع من الجبسن بورد او الجبس العادي لو انا عامل جبس بلدي او المعجون او الحاجات دي. ليه؟ لانه الجبس ده لما بيفضل تحت السيراميك ويشم الميه او تنزل عليه ميه بينفش، فبالتالي بيضر السيراميك بتاعي. طيب الحاجه الثانيه المهمه جدا ان انا لازم اراجع على شغل الكهرباء اللي موجود معايا وشغل السباكه بتاعي، حتى ولو كنت استلمته قبل كده من كهربائي او من السباك. طيب براجع عليه ازاي؟ براجع على الكهرباء في المناسيب بتاعتي، بتاكد ان كل العلب بتشد فيها السلوك زي ما احنا اتفقنا. براجع على المخارج بتاعت التلفزيونات، المخارج بتاعت النت، بحيث ان انا لما اركب السيراميك ابقى عارف ان الكهرباء معايا، مش محتاجه ان انا ارجع ادور في الارض في حاجه ثانيه ولا لا. الحاجه الثانيه واللي مهمه جدا هي ان انا لازم برضو ارجع اشوف الحاجات بتاعه السباكه سواء صرف او تغذيه، اراجع عليها، اراجع على مناسيبها، وراجع على الشرب بتاعها، وراجع الميزان بتاعها، بحيث لو في حاجه الحق اعملها قبل كده. بقول تاني حتى لو انا كنت استلمت الكلام ده من السباك او من الكهربائي. الحاجه برضو المهمه جدا جدا هو صرف التكييفات. لازم اتاكد ان صرف التكييفات شغال ما فيهوش اي مشكله، يعني اشوف اقرب صرف وادلق فيه ميه بحيث اتاكد ان الميه وصلت لحد البلاعه بتاعتي، بحيث ان انا اتاكد انه مفيش اي عامل وهو شغال سد ماسوره الصرف ولا حاجه، لانه لو حصل سدد فيها وانا ركبت السيراميك الموضوع ملوش اي حل غير ان انا اكسر السيراميك. الحاجات دي مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. ورمضان كريم عليكم وشكرا.